السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب كده يكون يومكم مليان بركه وخير. هنبدا بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركه الله. النهارده ان شاء الله هنعمل قرص اللي هي الفلاحي الطريه الجميله اللي كلنا بنتمناها. معانا دقيق قد ايه؟ انا هقول لك كيلو، تعملي الكيلو ازاي، مالكش دعوه بالكميه بتاعتي. ومعانا هنا ملح، معانا سكر، معانا سمسم، معانا باكون خميره، معانا 1 بيكنج باودر، معانا 3 بكاوي فانيليا، ومعانا طبعا السمنه اللي هي الرقيق الاساسي طبعا، معانا الزيت على سمنه، ومعانا لبن. طيب بالنسبه للكيلو، الكيلو الواحد كيلو دقيق على معلقه خميره، نص معلقه بيكنج باودر، على شويه سمسم، بقى اي حاجه براحتك انت، معلقتين سكر. لو بتحبيها مسكره زياده والله زودي براحتك. والزيت قد ايه؟ كوبايه زيت على سمنه، كوبايه سمنه، كوبايه زيت، ده راجع لك انت. طبعا احنا معانا تدفئه، يعني احنا مدفيين السمنه على الزيت ومدفيين اللبن، لان طبعا درجه الحراره بدات تقل عن الاخر. طيب هنعمل ايه هنا؟ هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركه الله. اول حاجه هنبدا بها هنحط الخميره، ماشي زي ما قلت. الكيلو عليه معلقه خميره يا جماعه، ونص معلقه بيكنج باودر، تمام. والحاجات تبقى دافيه، يعني لو عايزاها طريه تبقى دافيه، لو عايزاها من اللي هي ناشفه يبقى هتقدحي السمنه زي الكحك. ومعانا طب بتحطي فانيليا ليه؟ تخلي ريحه اي عجين بيبقى جميل بصراحه، اي مخبوزات، حتى العيش جربي كده وانت بتخبزي العيش حطي. يبقى احنا زي ما قلنا معلقه خميره، معلقه بيكنج باودر، نص معلقه بيكنج باودر، ذره ملح، السكر للكيلو معلقتين، السمسم ده حسب الرغبه، وطبعا ذره ملح. دي الحاجات كلها الجافه معانا. هنعمل ايه؟ هنقلبها الاول قبل ما ننزل بالسمنه او الزيت. هنحط السمنه او الزيت زي ما قلت براحتك، سمنه زيت زي ما انت عايز. انا حاطه كوبايه للكيلو، طب انت عايزه تزودي ممكن تحط كوبايه ونص، طب انت بتحبها ناعمه قوي والله اعمليها معامله الكحك بقى. طبعا احنا كده دلوقتي هنبس العجينه، هندخل كل السمنه او الزيت بقى مع بعضها كده. ايوه طبعا هو مش سخن، هو دافي. طبعا زي ما انتم شايفين كده بيبقى عامل زي حبيبات الرمل اهي، تمام. دي اسمها البس. هنحط السوائل، طبعا مش هنكب السوائل كلها مره واحده. هنعمل ايه؟ انا هحط نص المقدار اللي عندي وهستنى، هعجن، هبدا بقى اعجن اشوف هيعوز. طيب بالنسبه للكيلو تحط اول مضغ، تمام، وتشوفي، لان في دقيق بيقبل يا جماعه سوائل وفي دقيق ما بيقبلش. هتشوفي محتاج ولا مش محتاج. انا عايزه العجينه بتاعتها عجينه لينه قوي، لما تيجي تخبزيها ما تشققش، لو شققت تبقى محتاجه سوائل. وطبعا وانا معاكم بعجن هنوريكم النظام بتاعها هيبقى ايه. زي ما قلت يا بنات، بصوا العجينه انا عايزاها، بصي طب اعرفها ازاي حلوه ولا مش حلوه؟ بصي انا عايزاها زي الملبن، بصي كده، شوفي الجمال والحلاوه بتاعها، بصي اهي. طب اعرف منين؟ بصي كده لينو اهي. لو لقيتها مشققه من هنا كده يبقى هتزودي لها شويه ميه او شويه لبن. لقيتها حلوه زي دي كده مفيش فيها تشقيقات ولا اي حاجه، يبقى عجينتي كده حلوه اللهم بارك جميل. طيب هنا هنعمل ايه دلوقتي؟ طبعا هنغطيها ونسيبها تخمر، مش هنشتغل فيها دلوقتي. رجعنا يا حبايب قلبي دلوقتي بعد العجينه، يعني ما شاء الله بتقول الحقوني خلاص هطفش مستعجل، ماشي. طبعا بصوا هنا كده انا عامله عجوه وهنا ملبن، اي حشوات انت حابه تحطيها بقى ده راجع لك انت. احنا هنعمل كام واحده كده معاكم. عايزين العجينه بقى ما ترققهاش او خليها يعني ما تبقاش رقيقه، خليها حلو. لما تكون رقيقه تبقى مش كويسه. طيب بصوا كده بعد اول واحده هنعمله كذا واحده وبعدين بقى هكمل مع نفسي. طبعا التقطيع زي ما انت حابه، ده راجع لك انت، عايزه تكبري عايزه تصغري والله بقى دي راجع لك انت حبيبه قلبي. هنحط زي ما قلت لكم الحشوات. بالنسبه للعجوه دي زي ما قلت لو هي حطاها في خشب المطبخ مش هتحتاج تتحط على البوتاجاز، ولما بتتعمل كده يا بنات بضمير والله بتبقى احلى لما بتسخن. ماشي. طب بالنسبه للتسويه بقى، انا طبعا هسوي في فرن عادي، هيبقى نار وسط من تحت. تحمل اول الفرن تحميه
او تسخنيه وتهدي من تحت ومن الجنبين. طب لو البوتاجاز نار متوسطه، انت عندك بقى درجاته اللي عارفه المتوسطه تبقى ايه، مش عايزاها نار عاليه، لانها لو عاليه هتحمر معاك القرصه وهتبقى القرصه ايه، طريه. بص يا حبيب قلبي، احنا دلوقتي بنسوي اهو. لو انت عندك مثلا واحده احمرت من جهه لفيها عادي مفيش مشكله. نخلص بقى الكميه بتاعتي كلها وبعدين نرجع لكم بقى ايه في الاخر خالص، هوريكم الشكل النهائي بتاعها ان شاء الله. وكده يا حبايب قلبي وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا. اظن مفيش اسهل ولا اسرع من كده، حبه وقت بساط، بس عندنا فطار وعندنا عشاء ويمشي غدا كمان. ممكن ديت فيها عجوه وفيها ملبن، دي ساده ممكن نعملها بشوكولاته عادي لاولادنا، ونعمل بجبنه، تجيبي الاثنين تحطيهم وتعمليها، او تحطي كمان واحده عاديه بواحده بس، ده راجع لك انت. اظن حلقه جميله، ما تنسوش تحطوا اللايك، اوعوا تستخسروا اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد من عند اميره حسن.